يا ريت لو تعرف شخص كفيف ما تعملش الحاجه اللي هقول لك عليها دي. مش لازم لما تشوف شخص كفيف تقف قدامه كده وتقول له هو انا مين؟ انت فاكرني؟ يعني هتبقى مبسوط لما ارد عليك واقول لك مش فاكرك؟ يعني خلاص سلمت عليا وسلمت عليك وقلت لك حبيبي، فمش لازم تحرج نفسك وتحرجني وتقعد تقول لي هو انا مين؟ انت عارفني؟ انت مش عارفني. المشكله ان اللي بيقعد يقول لي كده ما بيكونش في بيني وبينه التعاملات اللي تخليني افضل فاكره طول الوقت. يعني اصل دماغي مش دفتر يا عم. حتى لو فاكرك مش لازم بقى كل ما تشوفني تسلم عليا تقعد تقول لي هو انا مين، هو مش عارف ايه. طب ما انا ممكن اقول لك شمال ويمين واستلمك واطلعك مسرح. طب ليه؟ لا وكل كوم بقى واللي يجي يقف قدامي كده ويمسك ايدي ويسكت او يعمل لي كده ويقف جنبي ويفضل عامل لي كده وساكت منتظر ان انا اعرف هو مين من غير ما يتكلم، اللي هو عايزني اعرفه من لمسه ايده او من ابعاد جسمه. هو انت مراتي يا حبيبي عشان اعرفك لما المسك كده من غير ما تتكلم؟ ولا انا السيد البدوي مثلا عشان اعرف انت مين من غير ما تطلع صوت؟ يا ريت يا جدعان نتعامل بسلاسه كده مع بعضينا ونحاول نمشي الدنيا في ال50 60 سنه اللي هنعيشهم دول عشان نبقى حلوين مع بعض. ماشي؟ وتنساش بقى اللايك والفولو.